تعالى مع بعض نشرح حمايات جوجل موفرة حمايات جامدة جدا وميزات جامدة جدا. صدقني انت فايتك كتير جدا 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 ومش عارف تأمن موبايلك لو حضرتك مش مفعل الحمايات اللي انا هنتكلم عنها في الفيديو ده. تقفل موبايلك عن بعد، ممكن ان انت تغير الباسورد حتى لو ناسي موبايلك. يعني لو ناسي باسورد موبايلك من غير ما تعمل سوفت وير، ممكن اقول لك ازاي تغير الباسورد بتاع موبايلك حتى لو انت ناسي حتى لو انت ناسي الباسورد، اسف. وممكن من خلال الفيديو ده لو حد خد الموبايل منك او حد من صحابك بيهزر معاك واخد الموبايل بطريقة معينة، ان هو سحبه من ايدك بالطريقة دي كده، ان الموبايل هيقفل لوحده. وممكن من خلال الفيديو ده عامة، يلا نكمل الفيديو عشان الفيديو ما يطولش. الفيديو ده فيه حاجات كتيرة جدا جدا، ويا ريت نكمل الفيديو للنهاية. لكن في البداية لو لسه ما اشتركتش في القناة، ما تنساش اشتراكك في القناة عشان يوصلك كل جديد وتفعل زر الجرس. ده هنفتح الاعدادات، ومن الاعدادات، وعلى فكرة انا اسف، الميزات دي موجودة في اي موبايل اندرويد، لكن هو كل الفكرة ان ممكن حضرتك ما تعرفش توصل لها او المسميات بتكون مختلفة. ولو ما عرفتش تفعلها يا ريت تسيب لي نوع موبايلك في كومنت، وانا ان شاء الله هنفعلها مع بعض. الفكرة عندك المقاييس الحيوية والحماية هنضغط عليها بالشكل ده، وزي ما قلنا هو اختلاف نوع الموبايل. وهننزل لتحت كده هتلاقي حاجة اسمها في البداية خالص، هتلاقي حاجة اسمها البحث عن هاتف المحمول، هتفعلها بالشكل ده كده. وايه هي الخاصية دي؟ الخاصية دي حضرتك لو فعلتها بالشكل اللي قدامك ده كده، وهتضغط اوكي، وهتسجل دخول بايميل الجيميل بتاعك. بعد ما تسجل بالجيميل بتاعك، مجرد ما تعمل كده انت كده ممكن لو فتحت الجيميل بتاعك في اي موبايل او في اي متصفح، من خلاله تقدر تحدد مكان الموبايل بتاعك حتى لو اتسرق منك. وعندك خاصية الحماية من السرقة دي بقى دي الكنز. تعال اما نشوفها ايه هي مع بعض. هو بيشرحها لك، جوجل نفسه بيشرحها زي ما حضرتك شايف. بيقول لك الرسم الجرافيك اللي قدامك ده بيوضح لك ان انت لو ماشي في شارع او ماشي في اي مكان وموبايلك اتخذ بطريقة مش متعود ان الموبايل ده يتشال بيها او الموبايل ده يتحرك بيها، يعني لو حد خده وجري مثلا او نتشه من ايدك بطريقة مش معينة، بص حضرتك هو هيقفل لوحده وهيطلب الباسورد. يبقى انت في الاول هنا هتفعل الخاصية دي. وكده انا شرحت الخاصية دي. عندك قفل الجهاز بلا اتصال بالانترنت، وايه هي؟ لو الموبايل اتنتش منك بالطريقه دي وما لحقتوش، والشخص ده قدر قبل الموبايل بثواني الموبايل يقفل بثواني، ممكن من خلال الموبايل ده مجرد ما يفصل الانترنت الموبايل هيقفل. وبكده تكون انت امنت بياناتك وخصوصيتك وكل حاجة على موبايلك كده اتقفلت، لحد ما انت اديتك مهلة لحد ما انت تحدد مكان جهازك او تقدر تقفل جهازك. قفل الجهاز عن بعد دي ميزة هتقدر من خلالها لو انت حضرتك نسيت الباسورد او الموبايل اتسرق او الموبايل ضاع منك، ممكن لو فتحت ايميل جوجل، وكان ليا فيديو على اليوتيوب بيشرح ازاي انت حضرتك ازاي تهتم بايميل جوجل او تعمل ايميل جوجل وتحفظه. لان معظمنا 90% مننا ما يعرفوش ايميل جوجل، لكن ايميل جوجل هو اهم حاجة النهاردة. بما اننا في 2025 في كل العالم بيستخدم موبايلات، هو اهم حاجة في موبايلك هو خصوصيتك، هو بياناتك، هو كل حاجة، هو حياتك. يعني ايميل جوجل ده يعرفنا احنا بنروح فين ويعرف كل حاجة. وطبعا عندي فيديوهات كاملة بتشرح ايميل جوجل ده وايه الفوائد منه. استخدام ميزة القفل الجهاز عن بعد ده زي ما حكينا مع بعض، تقدر من خلالها تعمل حاجات كتير. لو الموبايل اتسرق منك، اول حاجة تقدر تقفله بباسورد لو هو مش مقفول، لو حضرتك فتحت ايميل جوجل من خلال متصفح. وتاني حاجة لو نسيت الباسورد، ممكن من عن بعد تفتح على متصفح تاني، وممكن من خلالها تقدر تغير الباسورد. تعال نشوف ايه هي الميزة التانية. العثور على جهازك ومحو بياناته، السماح بتحديد الموقع الجغرافي. بكده انت ممكن لو انت حضرتك ما قدرتش او حصل لك تعثر او حصل اي مشكلة معينة ان انت ما قدرتش تحدد الجهاز فين مكانه بالظبط، وخايف على بياناتك وخايف على حاجتك، ممكن من خلال الخاصية دي او من تطبيق العثور على جهازي او من موقع التطبيق او من المتصفح العادي، لو دخلت بايميل جوجل لو خايف على خصوصيتك، ممكن تفرمت الجهاز نهائيا وتمسح كل بياناتك. وبكده تكون انت حافظت على بياناتك وحافظت على خصوصيتك وحافظت على موبايلك. وتعالى مع بعض نشوف ايه هي الميزات التانية. تعالى ما نشوف ايه هي مع بعض. وعندك ميزة البحث عن هاتف المحمول، ده انا شرحتها في البداية، لكن خليني اقول لك ايه هي الميزة دي.
وفي بعض الناس بلاقي فيديوهات بتقولك اقفل الموقع الجغرافي اللي هو بيكون تلقائي من الموبايل. انا ما بنصحش بدي، وليا فيديو انا قلت فيه هنقفل الموقع الجغرافي عن بعض التطبيقات مش عن التطبيقات كلها لتوفير استهلاك البطارية. لكن انت ما تقفلوش كامل عن كل التطبيقات، لانك هتيجي في وقت وتحتاجه، وقت زي ده كده، وقت ان الموبايل يكون ضاع منك. وما تنساناش من لايك والمتابعة، وما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي استفسار ما تنساش تحسبه لنا في كومنت.